السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في حلقة جديدة من بودكاست جرعة أمل. أول شيء صلوا على شفيعكم يوم القيامة عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم راح نناقش معكم ونتكلم على موضوع بزاف حساس وبزاف مهم، موضوع ساكن في قلوب آلاف النسوة وخصوصا الجزائريات. اليوم راح نحكي باسم كل زوجة عايشة التهميش والإهمال والبرود من زوجها. راح نحكي على الزوجة اللي ما تملك والو من حياة زوجها باستثناء الدفتر العائلي. يا حبيبتي، كاين نوع من الوجع، وجع ما يخليش دمعة تنزل وما يخليش صرخة تخرج ولا حتى شكوى تتقال. وجع ساكن صامت ومستقر في الأعماق، ياكل في المرأة شوية بشوية، يخليها تحس روحها باللي راهي عايشة بصح ماشي حاضرة، تعيش بجسد بصح روحها تاهت في زواج يتقال عليه علاقة لكن في الحقيقة هو وحدة مغلفة بعقد. كاين نوع من القهر ماشي كيمد يدو وماشي كيعلي صوته، انما كيتجاهلها، يمر نهار كامل وهي قدامه وما يشوفهاش، تدخل للدار وما يحسش بوجودها، تهدر وما يسمعهاش، تعيط وما يردش. وهي ما كانتش تطلب المستحيل، ما كانتش تحلم بقصور ولا بسفر ولا بذهب، كانت غير حابة تحس نفسها شريكة في الفكرة، شريكة في الرأي، في الحلم، في الحياة. كانت تتمنى تحس انه كي تطيح يمد لها يده، وكي تخاف يحضنها، وكي تحكي يسمعها ماشي يحكم عليها. كانت تحلم تكون المرأة اللي تبني معاه، اللي يلقاها سند وتلقاه وطن. كانت تحب تشوف صورتها في عينيه مش نظرة عابرة وإنما كأمان وكدار، كأهم من كل الناس. لكن بزاف نساء واش لقاو رجال كي تهدر معاه يقول هذه حاجات رجال، وكي تطلب يرد ماشي وقتها، وكي تتوجع يقول راكي درامية، وكي تمرض يقول الدنيا كامل راهي مريضة وعايشين عادي، غير انتي راكي حابة تكلفي عليا. وكي تحاول تفهم يزيد يغلق البيبان في وجهها. مرتو بصح كي تقرب منه تلقى بيناتهم حيط ما يتشافش، بصح يتحس في كل لحظة. كي تعيط يرجع لها غير صدى الصوت، وكي تبكي دموعها تطيح بصمت، لا منديل لا سؤال ولا اهتمام. هي امرأة عندها قلب وعندها احساس، لكن مع الوقت ولات مشاعرها عبء، ولا كي يشوف دموعها يبرد اكثر، وكي تشكيله يقولها راكي تحوسي على المشاكل. وهنا تبدأ تسأل في داخلها، يا ربي واش صرا؟ وين راحت البنت اللي كانت تضحك؟ وين راحت الطفلة اللي كانت تحلم؟ بزاف نساء راهم زوجات بصح ما يملكم الزواج والو، لا اهتمام لا وقت لا عطف، مجرد صورة في حياة الرجل معلقة قدام الناس ومطوية في داخل قلبه. هذا البودكاست راه موجه ليك، ايه ليك انتي. اذا حسيتي كلمه لمساتك بجمله حركت مشاعرك، اذا شفت روحك وسط هذه الكلمات، ما تروحيش بعيد وخليكي معايا، لانه اللي جاي هو حديث القلب للقلب، حديث نساء عاشوا وسكتوا وتمناو انسان يفهمهم. انا هنا نحكي عليك انتي ونحكي معاك بصوتك اللي تاه وسط الزحمه. راح نحكي على الغايب اللي حاضر. يا حبيبتي، ماشي لازم الراجل يغيب بالجسد تاعو باش تحس المرأة بالفقد. كاين نوع اخر من الغياب، اعمق واقصى وابرد. الرجل كي يكون حاضر في الدار، تسمع خطواته، تشوف ظله، تشم ريحته، لكن ما تحسوش. يكون معاك بصح ما كأنوش معاك. بزاف نساء يعيشوا مع رجال يعرفوا اساميهم لكن ما يعرفوش ارواحهم، يقولوا زوجي لكن من داخلهم كأنه غريب. يغيب صوته اللي يطبطب، يغيب السؤال الصغير وش بيك، ويغيب الحضن اللي يدفيك من برد الدنيا، يغيب كأنه ما كانش، ما يلاحظش الدمعة وما يحش بالوجع وما يسقسيش حتى وش راكي. كاين رجال يشاوروا الام والاخت والاخ وبالك حتى الجار والجاره، ويقسي الزوجه نتاعو من كل قرار ويظن انه هذا احترام، لكن في الواقع هي اهانه مقنعه. وهي شكون؟ هي الزوجه اللي تعيش معاه يوم بيوم، اللي تعرف ضحكته وسكاته حتى الالم نتاعو، هي اللي تطيب قلبها وتزين بروحها وتوقف في ظهره حتى لو طاح 1000 مرة. ورغم كل هذا ما يكون لها حتى مكان في طاولة قراراته، يحكي يستشير يخطط ويحسم، وينسى عفوا حتى يسألها واش رايك، ينسى يشوفها يسمعها ويعطيها قيمة. بزاف نساء يعيشوا مع رجال عمرهم ما سمعوا دقات قلوبهم، عمرهم ما خموا في اوجاعهم، عمرهم ما سألوا واش راكي حاسة، اسكو راكي بخير. وجود المرأة في حياته كأنه اجراء اداري، وثقة وختم ولقب زوجة والسلام عليكم. والاغرب كي تحكي يقول ما تكبريش الامور، وكي تبكي يقول دراميتك زايدة، وكي تسكت يقول راكي دايرة وجه، يعني في كل الحالات هي اللي غلطة.
ما تفهمش، ما تعرفش، وما عندهاش الحق حتى تحس. وهنا تبدا وحده من نوع خاص، وحده تعيشها المراه مع شخص تحبه وما تحسش بيها، وحده حضن بارد وسط كلمه ناقصه، وحده حياه فيها راجل لكن بلا روح. ماشي كل امراه تطلب تتحكم، وماشي كل زوجه تحب تكون صاحبة القرار. أغلب النساء ما يطلبوش أكثر من حق بسيط، حقهم يكونوا شريكات في الحلم وفي المستقبل وفي حياتهم اليومية. المرأة ما طلبتش إلا يسمعها شريكها كي تحكي، يفهم قصدها ويحس بكلامها، ماشي يجاوبها بجفاء ولا يسكتها بكلمة باردة ولا يقتل صوتها باللامبالاة. ما طلبتش تغيير قوانين حياته، برك تحب تكون معاه في الصورة، تحب كي يقرر يقول واش رايك نخمو مع بعض، هذا القرار يعنينا مع بعض. لكن بزاف نساء يعيشوا في علاقات يحسوا فيها باللي كل باب مسكر في وجوههم، كل محاولة للتقرب تتكسر على جدار من الصمت والبرود. تكون زوجته لكن تلقى روحها مهمشة، ما تدخلش في قراراته، ما عندهاش حتى دور ولا حتى صوت. قرارات حياته تاخذها أمه، أخواته، أصحابه، وبالك حتى جيرانه، وهي ما دورها. هي تشوف وتتقهر وتصبر وتحبسها في قلبها، تشوف نفسها نازلة في حياة غريبة، نازلة ما عندها لا مفتاح لا حرية ولا رأي، تعيش تحت سقف لكن ما تحس هذاك السقف يحميها. تضحك قدام الناس وتقول أنا بخير، وتبكي في سرها وتقول غير تعبانة شوية. زواج بلا شراكة، بلا كلمة، وبلا احتواء. حياة على الورق اسمها زواج، لكن في الواقع هي وحدة من نوع آخر. بزاف نساء ما يطلبوش المعجزات، يطلبوا برك يسمعوا كلمة من الراجل تقول رايك يهمني، ولا وجودك يصنع الفرق، ولا حتى كلمة حلوة تطلع لها المورال. ما يطلبوش راجل كامل، يطلبوا راجل يشاركهم الحياة، ماشي يجرهم من بعيد ويخليهم دايما في الظل. هذه هي الشراكة اللي تحلم بيها المرأة، شراكة تليق بقلبها وبصبرها وبحبها اللي ما يتعوضش. بزاف نساء يكتموا ويبلعوا دموع ويقنعوا رواحهم كل ليلة ماشي مشكل بالك يتبدل، ويقنعوا قلوبهم باللي يمكن غدوة يحن. لكن الحقيقة اللي يغفر روحك اليوم ما يرحمهاش غدوة، واللي يلبس قناع الصمت ما يجيش غدوة ويفاجئك بالحب. بزاف نساء يتكسروا كل يوم في التفاصيل الصغيرة اللي ما يحسش بها. على سبيل المثال كي تحكي وهو يشوف في تليفونه، وكي تتزين وما يقولهاش راكي شابة، وكي تمرض وما يسقسيش، وكي تسكت وما يسألش علاش. وجع يتراكم بالصمت، وجع يبني حيط عالي بيناتهم، حيط ما فيهوش صراخ ولكن فيه برود، ما فيهوش ضرب ولكن فيه تجاهل، وما فيهوش طلاق ولكن فيه موت بطيء لعلاقة كانت قادرة تكون أمان. كاين نساء تعبوا يحاربوا وحدهم، تعبوا يغطوا على عيوب الراجل بالخوف من كلام الناس، تعبوا يلعبوا دور المرأة المثالية الصبورة وهما من داخلهم خايفين يطيحوا وينهاروا ويتكسروا. كاين نوع من الغياب أقصى من الرحيل، هو الغياب اللي يخلي المرأة تحس أنه حتى وجودها ما يفرقش، وهذاك الغياب هو اللي يقتلها وهي ما زالت حية. وتبقى المرأة كل يوم تسأل في نفسها علاش نحس روحي ضيفة في حياته. تولي تخاف تحكي، تخاف تشكي، لأنها تعبت من ردود الفعل الباردة، من التجاهل، من الإنقاص من قيمتها، تتراجع خطوة بعد خطوة حتى تلقى نفسها ساكنة في زاوية ما فيها لا حب لا دفء لا حوار ولا احتواء. وهي كانت تحلم بشيء بسيط، تحلم بروح تتكى عليها، بعينين يفهموا وجهها من غير ما تحكي، تحلم بكلمة أنا معك في لحظات الانكسار. لكن كي تكون دايما وحدها في الألم وما يحسش بها، ما يسأل، ما يتفقد، تبدأ تشك هل أنا زوجته ولا مجرد ضيفة في قصة ما كتبهاش معايا. وين راهي المشاركة؟ وين راهي الرحمة؟ وين راهي المشاركة اللي وعدها بها؟ ولا الوعود كانت مجرد كلمات طارت مع أول ريح جافة؟ والخطر الأكبر لما تبدأ تقنع في نفسها بالفتات، تقول ماشي لازم يسمعني، المهم ما يضربنيش، ماشي لازم يشاركني كل التفاصيل، المهم أنا راني ساكنة في دارو ويصرف عليا. وهكذا تبدأ تتنازل شوية بشوية، تفرط في حقوقها، في كرامتها وفي أنوثتها، حتى تنسى روحها وتنسى واش كانت تحلم تكون.
كاين نساء ضايعين ما بين لقب زوجة يلمع في الورق وحياة باهتة ما فيها لا حب ولا تقدير، وما بين مسؤوليات ثقيلة على أكتافهم وحقوق مهملة تحت أقدام الصمت. يضيعوا في دوامة من الأسئلة اللي ما تلقى لهاش جواب. اسكو العيب في النساء؟ اسكو النساء هما اللي يحبوا بزاف ولا هما اللي يقبلوا بالقليل، ولا المجتمع اللي علمهم يصبروا حتى على الظلم وقال لهم مكتوبك ورضاي؟ تلقى روحها تسكت باش ما تخربش، وتتراجع باش ما تتهمش، وتتألم بصمت باش ما توصلش بالنكدية أو المشكلجية، وتمد بلا مقابل باش تحافظ على بيت ما عمره ما كان بيت حقيقي. يحبها ساكتة ومطيعة وموجودة كيما الأثاث، ما تسألش ما تعبرش وما تعارضش، وإذا حبت تحكي يقاطعها، وإذا بكات يقول عندك دراما في راسك، وإذا طلبت يقول ماشي وقته. هكذا تبدأ تنسى في صوتها، تنسى واش تحب واش تحتاج واش تستحق، تولي مجرد ظل لامرأة كانت تحلم تبني حياة، لكن لقات روحها تبني صبر وتحطم ذاتها يوم بعد يوم، وتطرح سؤال صامت كل ليلة: وين نلقى نفسي وسط كل هذا؟ وسط حياة ما اخترتهاش، وسط دور ما يمثلنيش، وسط زواج ما فيه لا روح ولا معنى ولا حتى أنا. وتبقى المرأة كل ليلة تحكي مع نفسها بصمت، تغطي نفسها بغطاء السكوت وتحاول ترقد، لكن القلب ما يرضاش والعقل ما يسكتش. كل تفصيل صغير يولي وجع كبير، نظرة تجاهل، كلمة جارحة، قرار ما كانتش فيه موجودة، ولا حتى كلمة واش راكي صادقة خارجة من قلبه تحسسها باللي ما زالت مهمة وعندها قيمة. تلقى روحها تعيش في دار لكن ما فيهاش دفء، تخدم تصبر وتمد قاع واش عندها، لكن ما تلقى لا شكر ولا احتواء. المرأة تتعلم من صغرها أنه الصبر فضيلة، وأنه لازم تضحي وتتنازل وتصبر. بس حتى إنسان ما قالها وإنتي واش بقالك من روحك بعد كل هذه التنازلات؟ تضحي بسكاتها باش ما تخربش دارها، تسكت على القهر باش ما تتقالش ناشزة، تتغاضى على الإهمال وتقول نصبر شوية. تعدي سنين وهي تقول غدوة يتبدل، غدوة يفهم، غدوة يحن، غدوة يرجع ليا. لكن الحقيقة الصبر كي طول بلا مقابل يولي استنزاف، والتضحية كي تكون من طرف واحد تولي موت بطيء، موت لصوتها ولفرحتها والأحلامها اللي استنتها هذه عوام وسنين. تولي الروح تاعها تدافع على الزواج وهو ما يدافعش حتى على شعورها، تغطي على الراجل وهو ما يغطيش حتى على وجهها، تخبي دموعها باش ما تجرحوش، عفوا باش ما تعكرلوش مزاجه، وباش ما ينفرش منها اكثر من اللي راه غايب فيه. وهنا السؤال يطرحه القلب قبل العقل: أنا صبرت وضحيت وتنازلت، ولكن واش بقالي من نفسي ومن فرحتي بعد كل هذا الاستنزاف؟ واش بقالي من كرامتي ومن أنوثتي، من قلبي اللي كان يحلم يعيش في أمان؟ الصبر مش ضعف، والتضحية مش عبودية، والحب ماشي سجن فيه المرأة تتعذب والثاني مرتاح. كاين لحظة تجي توقف فيها المرأة قدام مرايتها وتشوف انعكاس قلبها مش كلها، وتقول كفى صبر بلا معنى، كفى تضحية تذبحني، كفى حياة نعيشها وأنا غايبة فيها. هي صح زوجته، بصح ماشي ملكو، ماشي ورقة في دفتر حياته ولا تفصيل صغير يتجاهلو وقت ما يحب. هي إنسانة من لحم ودم، هي من إحساس وألم ومن حلم ووجع. هي زوجته بصح ماهيش عبدة، ماهيش دمية يحركها وين يحب ويسكتها كيما يحب. المرأة ما انخلقتش باش تعيش في الزاوية، ما انخلقتش باش تنسحق تحت اسم الصبر. المرأة ما انخلقتش باش غير تطيب وتكنس وتولد. المرأة قلب، والمرأة فكر، والمرأة عمق، والمرأة كائن خلقه ربي نور، ماشي ظل يمشي ورا الراجل. شوفي حبيبتي يرحم بابك، غير قوليلي واش معنى الزواج إذا كنت تعيشيه ساكتة وخايفة ومقهورة؟ واش معنى حياة إذا كنت تكتمي شهقة وتبتسمي مجاملة وتخبي وجهك حتى لليل باش تخرجيه في السر بينك وبين نفسك وتحت غطاك وعلى مخدك؟ واش معنى الحياة إذا كنت تعاني كامل هذه المعاناة؟
لكل زوجة اليوم تسمع وحست كلمات هذا البودكاست تخسر في قلبها، نقول لها راكي ماشي وحدك، راكي ما غلطتيش كحبيتي وما كنتيش ضعيفة كصبرتي، لكن جا الوقت اللي لازم تفيقي فيه، جا الوقت اللي لازم تفهمي فيه انه راكي تستاهلي تعيشي حياة فيها احترام، فيها تقدير وفيها صوت وفيها راجل يحطك تاج فوق راسه ماشي حمل على كتافه. كاين رجال يفهموا قيمة المرأة، يخافوا يظلموها ويحطوها شريكة ماشي خدامة. كاين حب ما فيهش وجع، وكاين بيوت ما فيهاش إهمال، وكاين حياة تستاهليها انتي، فقط كوني شجاعة باش توصلي لها. المرأة ماشي ظل، المرأة نور، وإذا النور اختنق يوما ما راه يجي يوم ويعود يشرق من جديد بقوة وبجمال وبكرامة. اذا حسيتي انه الكلام هذا يحكي قصتك، واذا لقيتي روحك بين كلماتي وبين الاوجاع، ما تسكتيش، خلي دعمك يكون صوت. اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس باش يوصلك كل جديد انا نحطه، وباش نكبروا العائله تاعنا مع بعض. ما تنسيش تدعمي اختك بالاعجاب باش الرساله توصل والفيديو يشوفها اكبر عدد من الاخوات. هذا المحتوى راه يخرج من القلب وموجه للقلب، راه حديث القلب للقلب. ما تنسيش انه انا راني هنا على جالك انت حبيبتي. اذا عندك اي سؤال او استفسار حول الموضوع خليه لي في التعليق وانا راح نجاوبك اكيد. واذا عندك اي موضوع حابه نناقشه معكم في الفيديو الجاي، ما عليك غير تخليه لي في التعليق وانا اكيد راح نكون في الخدمه. شكرا لوجودك معي حبيبتي في هذه الحلقه من بودكاست جرعه امل. وما تنسيش انه جرعه امل واحده كفيله باش تغير مسارك. إلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.